السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم مساءكم الوقت اللي كنت عم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم نزلت لكم على سوق السمك كرمال اعمل لكم هالخريطة اللي هيك تسر البال وترضي الخاطر. وشرحنا بهذا الفيديو كيف بدنا نتعامل مع السمك والزيت، نقليهم مع بعض ونظبطهم بطريقة حلوة، واهم شيء انه ما بدها كتالوج. بدل ما نشاهد فيديو لا تنسوا وضع لايك ومشاركة، صلونا على الحبيب محمد، وبنقول لكم مشاهدة ممتعة. الفيديو الماضي حكينا عن سمك، تمام، شلون بنعمله بالفرن، واليوم حبيت اجرب لكم كذا نوع سمك ولكن بالقلي. خلينا نظبط لكم سمك هيك كيف نتعامل معاه بالزيت، كيف نتعامل معاه بالقلي، كرمال نحصل على نتيجة هيك ترضي البال وترضي الخاطر. عندنا طبعا كذا نوع من الاسماك، اكثر انواع السمك ماني حافظه طبعا كل انواع، ولكن بالتركي فيني اقول لكم اياها. هلا هذا السمك اسمه قمش بالة، حسك قليل، تمام، ما في الا العمود الفقري وما تبقى كله لحم. بنجي على هذا الاصفر، اسمه السلطان ابراهيم، كمان بيحتوي على حسك خفيف، تمام، ولذيذ. هذا اسمه زرنا بالة، بالعربي بيقولوا له السمك الطويل، حسك خفيف جدا. على القلي هذا بيتاكل، يعني حتى الحسك هذا تبعه بيتاكل، تمام، هيك بتصير مقرمش، بيتاكل، ما في الا العمود الفقري. وهذا المرجان، ومين ما بيعرف المرجان؟ سمك نظيف ومرتب ولذيذ، ومن جهة الطعم والفائدة غني شغلة كبيرة. مثل ما خبرناكم أول فيديو، خلينا نعرف كيف نتعامل مع السمك بالزيت، شلون نطالعه بطريقة حلوة وبطريقة احترافية. مباشرة خلينا نفوت تفاصيل الطبخ. هلا مثل هذا السمك، إذا كان كبير السمك عندنا كتير، يعني إذا عملنا له هيك كان نسرع عملية الاستواء بيكون أحسن، تمام؟ شايفين؟ هيك بس نضرب ضربة بالسكين، مش خد شخصة خالصين، بس هالكبير يعني، تمام. طبعا وانا عندي هون كمان مرجان، كمان ضربة على اليمين، ضربة على اليسار. طبعا هذا الصغير ما في داعي، بس الكبير. خلينا نخلط كل السمك مع بعض. زادا بدنا نعمل له نوع بهار واحد فقط لا غير. جماعة السمك شو صار فيهم؟ يعني واحد فتح بالسوق سمك، يجي يبيع سمك ما يقدر ينظف، يقول يا عندي شغل كتير. ولكن وقت صاروا عالم كتير بالسوق، صار يقول خيو تعال اشتري من عنا ونحن بننظف لك. وانا عملت هالحركة، رحت اشتريت من عند واحد شارط علينا ينظف لي السمكات، قلت له بتنظفني اياهن وبتعطيني اياهن. اتفقنا؟ فقط انه ابهرن واملحن واقليهن بالزيت، تمام؟ يعني معنى الحديث اذا صار لكم حد ينظف لكم اياهن لا تقولوا لا، اشتروا من عنده خلينا ننظف لكم اياهن. هلا بعد ما جمعنا السمك كلياته بصينية واحدة من ملحه، سمك بنعطيه حقه بالملح، تمام؟ ما من ملحه كتير ولا بنقلل ملحه، بنعطيه حقه الملح. نحرك. طبعا هون بعد ما ملحناه نجمع معاه فليفلة حمراء وشوية فلفل، رشة خفيفة. نعمل كمان تحريكة بهالطريقة جميلة. طبعا السمك والثوم ولاد عم ولاد خالي اخوات بعض، انا ما بعرف، مو هم بيعشقوا بعض. بنحطه يعني انه دخل الثوم على السمك بتحس هيك شلون عم يلاقي له، مثل واحد مو شايف ابن عمه من 2015 وملاقيه بال 2025، نفس الشيء خلقه بهالطريقة الجميلة. وبنحركهم مع بعض. تحبوا تخلوهن، يعني تبهروهن قبل بيوم تخلوهن لتاني يوم، بيكون عملتوا زينة العقل. ولكن انا اليوم مستعجل، تمام، بدنا نبهر ونقلي وناكل، اتفقنا؟ هلا بعد ما بهرناهن، تمام، انا راح اريحن تقريبا نص ساعة فقط لا غير. ننتقل للمرحلة اللي بعدها. هلا بعد مرور نص ساعة للسمكات بعد هيك ما ارتاحوا شوي واخذوا من ريحة ثوم البهارات، بنجيب اي نوع طحين متواجد بالبيت. طحين شو يا شيف؟ شو نحن بنخبز نعمل خبز؟ الطحين اساسي في عمل السمك، خصوصي انا بدي اعمل جدار مثل البروستد، انا بدي اعمل تقنية البروستد ولكن بالسمك، تمام. هلا هاي البهارات شايفين والثوم اذا حطيتها في الزيت بدها تروح طعمتها. ايمت انت ما بتستخدم الطحين؟ وقتك تستخدم بس ملح في قلب السمك. اما اذا بنستخدم بهارات مجبورين انه نستخدم الطحين، اتفقنا؟ نعمل الحركة هيك، تمام، نجيب هالسمك نعمل هيك، نعملها هيك، طالعة، ننفضها سوا، ننفضها هيك، وبنحطها منجهزها للقلي. منتابع بهالطريقة الجميلة. هلا انا شو عم اعمل؟ سمك بهار، عم احصر السمك والبهار داخل الطحين. انا عم اعمل فقط جدار في الطحين، عم احمي السمك من انه يحترق، وعم احمي البهارات، اتفقنا انه كمان ما تحترق معي، تمام.
صفيت بهالطريقة. تابع. طريقة بسيطة جدا جدا، ولكن علينا انه يعني ننفض السمك من الطحين على السوا، يعني نحاول ننفضه على الاخير هيك ونحطه على جنب. اتفقنا؟ بنخلص الكمية وبنرجع لكم. هلا اول شي شغلنا الغاز، قلنا خلي الزيت يحمى على 100 مهلول لبين ما خلصناهن، وبعد هيك ما زبطناهن لبسناهن بالطحين الابيض. تمام. اي نوع طحين متعدد الاستعمال بصير، ما في اي مشكله، يعني ما في نوع طحين محدد. وبعد هيك ما زبطناهن بناخذهم فورا على القلي. لو بدنا نعرف الزيت حامي بناخذ شويه طحين من هون، مثلا طحين عم نشتغل فيه، وبنزته في قلب الزيت. شايفين؟ بس انه صار هيك الطحين يغلى معناتها الزيت عندنا حامي. اذا كنا مهدين الغاز بنعليه. ليش؟ لان احنا وقت اللي عم بدنا نحط السمك في برودة بينزل حرارة الزيت، وانا ما بدي حرارة الزيت تنزل. بنعلي الغاز على الاخير وبننزل السمك. بنحاول ننزل السمك حد بعض، ما بنحط شيء فوق شيء. اول فترة ما بنلق لهم نهائيا لان لحم السمك بيكونوا طري، لذلك بنخليه شغلة 4-5 دقائق بالزيت، وبعد ما تمر هالفترة بنبلش تحريك فيه هيك لبين ما ياخذ قوام حلو. اتفقنا؟ بعد ما اخذ القوام الحلو بنعمل لهم تحريكة بسيطة. هلا هيك بعد مرور 8 دقائق تقريبا، شايفين شلون حصلنا على هذا اللون الذهبي؟ طبعا اسا بيتحمل معنا قلي، بتحبوا تطالعوه على هالحالة او تخلوه اسا شغلة دقيقتين، ما في اي مشكلة. تمام. وشايفين الصوت الزيت شلون خف؟ هذا دليل انه السوائل خرجت من السمك. تمام، يعني السمك ما تم فيه سوائل. وهيك بنشيله وبنطالعه، بنشفه من الزيت على الاخير. طريقة جميلة. دائما بعد ما طلعنا اول حطة بنريح الزيت شغلة دقيقة على النار، بنخليه الساعة ترتفع درجة حرارته، وبعدين بننزل الحطة الثانية. هيك بيكون عملية الاستواء معنا سريعة شوي. اتفقنا؟ نبدأ بالمرجان كمان بننزل بهالطريقة الجميلة. طبعا وهي الحطة الثانية كمان بعد مرور 10 دقائق. شايفين هون الزيت شلون سكن، شلون بطل يطالع صوت السوائل، مثل كان لما بتكون الزيت حامي بتحط فيه مي بصير هذا الصوت خف. تمام، لذلك سوائل قطعت من السمك. بنشيل السمك وبقلب قوي. شايفين هاللون الذهبي؟ ما احلاه. صلاة على النبي. بهالطريقة الجميلة صفيه من الزيت وبنحطه. شايفين شلون هون الطحين انعجن مع سوائل السمك، لذلك انا يفضل، تمام، اذا وصلت لهالمرحله يفضل انه احط الطحين حده، تمام، ونعمل له هيك تحريكه بالطحين، ماشي، نرجع ننفضه، تمام، ونزته بالزيت مباشره. اتفقنا؟ تابع. كمان هيك بنفطن على الاخير وبنزته. هيك بهالطريقة مقلين استوين على 100 مهلكين. يعني أنا كرمال أعملكم هي اللوحة الفنية، يعني هيك بس أول شيء أخلي عينكم تتكحل، وبعدين انتقل لمرحلة التذوق. تمام؟ فرج وصلي لي على النبي. السمك بيعشق شيء خضار، كان رشاد، روكا أو جرجير، بقدونس، ليمون، بندورة. هي الشغلات حلوة. خلينا نتعرف على الأصناف. أول شيء نحن نبدأ بالقمش. فرج قري. هذا الحسك ما بيخوف بينقرض بيروح. شايفين؟ شلت هي هبرة، شلت هذا عمود الفقري. فقنا. تمام. تميت معي هالقطعة كلياتها. اعملها هيك كاد إنه ما فيك على جناب مثل هذا. شيلها هيك. هذا بس شيل الراس الصغير طبعا كله. شو استعملنا انواع؟ هلا تعالوا نعمل سندويشة هيك على الكيف. حسك خفيف جدا جدا، ما في داعي تخاف. ما بنخلط من كل انواع السمك. سلطان ابراهيم، هذا السلطان ابراهيم هون. كل نوع من انواع السمك عم يحكي طعمي لحال، عم يحكي لذي لحال، عم يحكي قصة لحال. اتفقنا؟ فقط هذا هو اللي بخوف. شايفين هدول الشقف؟ هدول ما بخوفين، هدول بيروحن دوبن ذوبان. نحط شوية مرجان كمان. هلا بنيجي لعند الرشاد. هيك شوي شيل رشاد، بنحط رشاد شوي مع عود روكا مع شوية بقدونة. تمام. هسا شوفي عندنا ورق نعناع. تمام. وهالمكونات هي بتعشق شيء اسمه ليمون. صور ليمون، لا تخاف، جيبها هيك يا معلم. تمام. هيك لف. بسم الله. قل لروحي. هي اسمها بنت الشتوي. البندورة رهيبة.
بيعشق الليمون. وهلق صار بدها يا ويلو لويلو 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 لويل قلبي. ايش يا عين عمك؟ هذا السمك يخليك هيك معلم مزهزه، اللي يخليك مروق، اللي يخليك هيك تحس بطاقة إيجابية. هيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو. اعتبر هذا الفيديو أسرع وصف عملته كل قناة، تمام؟ ما بيحتاج تعب كتير. انتظرونا فيديوهات جديدة، لا تنسونا من صالح دعائكم. كان معكم الشيف أسامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله.